تبقى متأكد ان العقبات والابواب المقفولة في حياتك اللي بتقابلها علامات انك هتوصل. والله انت مش هتلاقي الطريق اللي انت ماشي فيه ده ورد ومقابلينك. ايه ده يا محمد؟ تعالى ورد اهو. تعالى خالص. هتلاقي الطريق ده مطبات وناس عمالة تكرهك وناس عمالة ما بتحبكش وناس بتحاربك. مبروك، انت ماشي صح. اول ما تلاقي الناس بتتكلم عنك وانت ماشي في الطريق وعايزين يوقعوك، عايزين يدمروك، عايزين يقفلوا كل الابواب ضدك، مبروك انت ماشي صح. لان الطريق الصح اللي فيه مطبات، الطريق الصح اللي فيه عقبات، الطريق الصح اللي في اخره كنز ما بيبقاش سهل. عشان كده اما تلاقي مطبات في حياتك افرح، في كنز هتوصل له. اما تلاقي مطبات والناس عماله تتجمع عليك اعرف ان في كنز هتوصل له في الاخر. اما تلاقي الناس كلها عايزه توقفك في كنز، لان هم شايفينك ناجح، شايفينك مؤثر، شايفينك مغمض عينك عن كل حاجه، شايفينك عمال ماسك طريق ما انت سايبه. بيتكلموا عليا وحش، سد ودنك. عمالين يقولوا لي اقف ما تقفش، كمل. بس انا عدى عليا يوم وعيطت، امسح دموعك وكمل. بس انا النهارده مخلوق، كمل. بس انا مش قادر، كمل ما توقفش. بس انا مش هتوصل، كمل. بس انا وقعت، هتقوم. بس انا بقى تاني علامات انك هتوصل. بس اما توصل اقف قدام العالم كله واحكي لهم قصه بني ادم كان عنده امل في وقت فيه كل الناس قتلت يعني.